لو في اتنين في علاقه توكسيك تمام. وشخص عاوز يتعافى من العلاقه التوكسيك دي، مم. هل في خطوات انتوا مثلا بتعلموهم اعملوا 1 2 3؟ هو هيتعافى بعد ما يطلع من العلاقة. يعني اول حاجه لازم طول ما يطلع. هو في طبعا مفيش علاج للعلاقه نفسها؟ لا، هنعالج العلاقة. طب ما عرفناش نعالج العلاقة في وقت امتى انا كحد متخصص اقول للي قدامي بعد اذنك او بعد اذنك قتل العلاقة؟ امتى؟ لما الاقيها بالفعل هي بتستنزف نفسيا وعصبيا وجسديا. وخلينا نشوف بقى دلوقتي السايكوسوماتيك، يعني اللي هي الامراض النفس جسديه، امراض جسديه او عضويه سببها الاوحد او الاساسي سبب نفسي. بيجي على راس قائمه السايكوسوماتيك ايه؟ يعني ربنا يعافينا ويحفظنا جميعا، الكانسر، الذبحه الصدريه، تساقط الشعر، الاكزيما، حاجات كتيره جدا. والفايبرومالجيا دلوقتي عند ستات كتيره جدا، وكل الحالات اللي جات لي سببها خلافات مع الزوج.